ولا تونكتي، وهذول ما تستعملهمش، تحطهم على البنك وتخير عليهم لاعبين عندهم صبغه دفاعيه. معناها صرنا وكانه اللاعب المهاري صار ذنب في الوقت هذا. وفقدتش عليك من حب طارق بعجاله، لانه تبارك الله اللي حكيت وانت ما نجموش نعاقبوا عليه. حبيت نقول لك طارق في 30 سنه الاخيره من عام 96 معناها اللي بيرفورمانس عملناها مع مدربين اجانب. 96 في جوهانسبورغ كاسبار زيك نهائي، ثم 2004 مع مسيو روجي لومير هزيل الكاس، ثم اخر سيمي فاينل لعبناها 2019 في مصر مع جيريس. هل انه المدرب التونسي قاعد يخسر في النقاط طارق في السنوات الاخيره؟ طبيعي المدرب التونسي يخسر النقاط، يخسر النقاط. المدرب التونسي هو اللي خلينا نلعبوا بالطريقه هذه مع كاس الرجال. حتى ما كانش جيريس مدرب كبير، وصلنا دور نصف النهائي مع لومير فزنا، ومع كاس الرجال وصلنا دور النهائي. العقليه لازم تتغير، العقليه لازم تتغير نتاع المدربين، العقليه لازم تتغير. معناتها عندنا بدايتين عشان نلعبوا اكثر من اليوم. عندك فرصه كبيره، عندنا مده ما خلقناش لاعبين ممتازين في الهجوم، اليوم عندنا امكانيات. الغربي اسماعيل الغربي جايبينه ليش؟ ما فهمتش ليش. السنغال البارح لعبت عمره اللاعب عمره 17 سنه ابراهيم، لعبوا عمره 17 سنه وهما من فرق مش فوز بكاس افريقيا. يعني هذه مجازفه؟ لا مش مجازفه انك تلعب لاعب فني، ولكن مجازفه مش لاعب فني. امكانيات كبيره، لاعب فني، لاعب اليوم مده كل مره ثلاثه شباب على رقم 10 رقم 10. عندك اسماعيل غالبي تجربه اللي ما عرفناش اللاعب هذايا لا امتياز ما جربناش لعب مباراه في تحسوا انه امكانياته تختلف عن امكانيات اللاعبين نتاعنا. السرعه في المراوغه، سرعه في خلق المساحات، سريع جدا في الاوقات، يلقى الحل بسهوله. لكن اللاعب وين يلعب؟ ده فريق مستقبل، فريق بتاعه هو بس يكون تمشي لها. فهمت؟ هناك لعب وقدم مستوى جيد، لان الافارقه تتقدم تعبهم مع اللاعبين اللي فنيا ممتازين، خصوصا في المراوغات. تراوغ اللعب، لكن لما في الاحتكاك قوي جدا. شاهدنا واحد ضد واحد يمر بسهوله. عندنا العاشوري، عندنا سعد، عندنا اللاعب اسماعيل شد لعبوا مع بعضهم، بالعكس لعبوا مع بعضهم، لان عندنا دفاع قوي، عندنا دفاع جيد، عندنا لاعبين كاس ممتازين، وهذه في انجلترا وفي المانيا. كيف ما تكون شوط اللاعبين هذول يلعبوا في البلدان نتاعهم، يلعبوا اساسيين في البلدان نتاعهم، في الرقم نتاعهم. لازم احنا نديروا نعطيهم فرصه، ما نخافوش. احنا ما فزنا بشيء من 2004، ما فزنا بشيء. يعني ولا كل كلمة ما فيهاش مزيان. تكلمنا عن مباريات، المباراة بتاع تونس وندخل الحكايات والأخطاء. صحيح هناك أخطاء، هناك مشاكل لاعبية، هناك مشاكل في التشكيل، لكن بالنسبة لي أنا أول مرة عندي ثقة كبيرة في الفريق هذا بصراحة.